وانت مبسوط. للاسف السوشيال ميديا والريلز وكل الحاجات الفيديوهات القصيره دي الناس كلها بتشو اوف فيها، والانسان اتعود ان هو لازم يوبتين حاجه او ياخد حاجه جديده، يشتري عربيه، يشتري ابل واتش، يشتري موبايل جديد، يشتري ايربودز عشان يحس ان هو مبسوط. انما البينج ذات نفسه ان انت تبقى عايش بس ما بتبقاش مبسوط، تحس ان انت مش راضي، دايما عايز حاجه جديده. وده طبيعي لان احنا كده كده كبشر كومبتيتيف جدا، بنحاول نوصل دايما لحاجه احسن من الحاجات اللي احنا فيها. بس مش الصح ان انت تبقى بتقارن نفسك بالهايلايتس اللي الناس بتوريها لك، لان الناس بتوريك على السوشيال ميديا الهايلايتس بس. يعني انا الفتره اللي فاتت بقى لي 8 ايام ما نزلتش ولا فيديو او اكتر كمان، ونفسيا ما كنتش احسن حاجه ان انا اعمل كونتنت، فقررت ان انا اخد بريك من الكونتنت واركز في شغلي بس. ومحدش بيفرج الناس على الباد سايد بتاعته من السوشيال ميديا، الناس دايما توريك الحاجه الحلوه بس، فانت بتحكم على اللي انت بتشوفه اللي هو ال 15 ثانيه او ال 20 ثانيه اللي هو عايز يوريها لك. فما تفتكرش ان دي حياتهم الحقيقيه، كل الناس عندها مشاكل، كل الناس حياتها مش احسن حاجه. اتعلم ان انت تبقى راضي